فيلمنا النهارده عن بنت اختها بتتوه في الغابه وهم صغيرين، تفضل تدور عليها لحد ما بتكتشف السبب في اختفائها، تكتشف اسرار ما كانش لازم تعرفها. بيبدا فيلمنا في الثمانينيات مع واحده اسمها ليندا في امريكا، وبتكون ليندا وحيده وحياتها هاديه جدا، وبتكون بتشتغل في مجلس رقابه الافلام البريطاني. شغلانتها بالظبط انها تشوف الافلام اللي فيها عنف وتقيمها قبل ما تتعرض في السينما. وبتقابلها افلام كتير بتضايقها لانها بتلمس حاجات في ماضيها، وانها بتفكرها بحاجات محدش يحب يفتكرها. وفي يوم من ايام الشغل العاديه كانت بتراجع فيلم مع زميلها اندرسون، وكان في مشهد عنيف لشخص عينيه بتتقلع من مكانها. المشهد ده ضايقها جدا وكانت عايزه تحذفه، وزميلها كان شايف انه بيخدم فكره الفيلم ولازم يبقى موجود، لكن هي اصرت ان المشهد ده عنيف زياده عن اللزوم. وكمان لان الحكومه والاعلام بيلوم الافلام على زياده انتشار الجرائم اللي فيها عنف. وفي النهايه اتعمل اجتماع علشان ياخدوا قرار نهائي، وكان في مؤيدين لان الفيلم كله يتحظر، وبيبقى رايهم ده علشان افلام العنف القويه بتاثر على عقل المشاهد، وبيبقى في كام شخص ضدهم شايفين ان الموضوع ده عادي، وبيقولوا ان مش لازم الرقابه تكون شديده بشكل مبالغ فيه. وبتكون ليندا مع ان الفيلم يتحظر عرضه. اليوم ده سهرت في الشغل ورجعت متاخر، وهي راجعه البيت معظم الطرق كانت فاضيه، وكان قدامها واحده شعرها لونه احمر، واول ما شافتها نادت عليها ووقفتها بسرعه، لكن لما بصت لها وشافت وشها كويس ليندا اعتذرت لها وقالت انها افتكرتها حد تاني، وبيبقى الحد ده هو نينا اختها الاصغر منها. ولما بترجع البيت بتطلع صورهم مع بعض، وبنعرف انه هم صغيرين راحوا الغابه مع بعض، لكن نينا تاهت هناك، وان محدش لقاها خالص ولا حتى وصلوا لجثتها. ولحد اليوم ده محدش يعرف هي عايشه ولا ميته. ومن اليوم ده ليندا كانت بتعاقب نفسها بسبب شعورها بالذنب، وانها بعدت كل الناس عنها وعزلت نفسها حتى عن اهلها، لانها كانت من جواها مقتنعه انها السبب في ضياع اختها، لان اليوم ده هي اللي اخدتها الغابه. وبتلاقي رساله صوتيه من والدتها بتعزمها على العشاء، وبتكون متردده ومش عايزه تروح، بس في النهايه بتروح تقابلها في مطعم. وبعد العشاء والدتها بتديها شهاده وفاه اختها اللي طلعت بنفس تاريخ اختفائها في الغابه، وقالت لها انهم كده ارتاحوا. لكن ليندا بترفض وفاه اختها وبتقول انهم ما لقوش جثتها حتى. فمامتها بتحاول تخفف عنها، لكن الشعور بالذنب والاكتئاب بيسيطروا عليها. وتاني يوم بتروح الشغل زي كل يوم، وبيبقى عندها مراجعه فيلم جديد مع زميلتها آن، وبيكون الفيلم ده عنيف وفيه مشاهد اعتداء كانها حقيقيه بالظبط. وبيقاطعهم اندرسون وبيطلب من ليندا تقابل فريزر المدير، ولما بتروح له بيسالهم عن فيلم معين من اللي راجعوهم، وبيقول له اندرسون ان هم اللي راجعوه فعلا واتعرض الفيلم ده من كام شهر. فبيقول لهم فريزر ان الفيلم ده كان فيه مشهد لشخص بياكل وش شخص تاني بعد ما قتله، ونفس الجريمه دي اتنفذت في الحقيقه بكل التفاصيل، وان في شخص قتل مراته واكل وشها وقتل ولاده الاتنين كمان بعد ما خلص عليها. وبعد ما الشرطه قبضت عليه قال انه مش فاكر اي حاجه من اللي حصل. والصحافه بتربط ما بين الجريمه اللي حصلت وما بين الفيلم، وبيلوموا قسمهم على الموافقه على عرضه. وهو بيتكلم ليندا بتسرح وبتفتكر اختها في اليوم اللي تاهت فيه، وبيحذرهم فريزر ان دي اخر مره يوافقوا فيها على اي فيلم فيه عنف تاني زي ده، وبيقول لهم اللي حصل ده هيعمل لهم مشاكل كتيره. ولما بترجع ليندا البيت بتتفرج على تقارير الجرائم المرتبطه بالافلام، وشعورها بالذنب ده بيزيد، وبتحس انها جزء من اللي حصل. وبتجيلها مكالمه، ولما بترد عليها بتلاقي شخص بيشتمها، وبيقول لها انها السبب في الجريمه بسبب موافقتها على عرض الفيلم. فبتقفل في وشه، لكنها بتجيلها مكالمات كتيره بنفس الطريقه. وتاني يوم وهي رايحه الشغل الصحافه بتحاصرها، وبيوجهوا لها اسئله كتيره كلها بتتهمها انها السبب في الجريمه اللي حصلت، بس هي بتتجاهلهم وبتدخل مكتبها. وبيكون كل الموظفين متوترين بسبب الضغط اللي عليهم، وبيروح منتج اسمه فريدريك المكتب بنفسه، ولما بيشوف ليندا بيكون مهتم بيها جدا، وبيعرض عليها تمثل في واحد من افلامه بدل ما تحذرها من العرض، وبيطلب من فريزر انها هي اللي تراجع فيلمه بنفسها. ولما تدخل تشوف الفيلم بيكون في مشهد عن اختين في الغابه، والبنت الكبيره بتطلب من أليس الصغيره انهم يدخلوا الغابه علشان يلعبوا، وبتكون أليس خايفه، لكن اختها بتقول لها ما تخافش لانها معاها، وبتقول لها انهم هيلعبوا مع بعض، وبتشاور لها على كوخ تستخبى فيه، وبتقول لها انها تعد ال10 وهتدخل تدور عليها. ولما تدخل أليس الكوخ بتستخبى، واختها بتاخد فاس وبتدخل تدور عليها، واول ما بتلاقيها بتفضل تضربها بيه لحد ما بتموت. مشهد بيكون حقيقي جدا، وليندا بتفتكر اختها لانها شبه أليس جدا. تتعب وبتدخل الحمام، ولما بتخرج زميلها بيرك بيلاحظ انها تعبانه، وبيقول لها انها تقدر تتكلم معاه لو محتاجه مساعده. فبتساله ليندا عن رايه بخصوص المجرم اللي قتل مراته وولاده وادعى انه نسي كل حاجه. فبيقول لها انه ممكن ما يكونش بيكذب، ونكون ناسي فعلا بسبب الصدمه اللي حصلت له، وان بعد الجريمه اللي ارتكبها عقله مسح الذكريات دي لانه مش هيقدر يتعامل معاها. وبيعزمها على مشروب ولكنها بترفض، وبترجع البيت وبتتصل بوالدتها وبتحكي لها عن الفيلم اللي مضايقها. فبتنصحها والدتها ما تفكرش فيه كتير علشان ما يسيطرش على
على تفكيرها. وبتنام ليندا مكانها وبتفضل تحلم بكوابيس لحد ما بتصحى، وبتلاقي التلفزيون شغال وفي فيلم لفريدريك بيبقى شغال عليه، بس فجأة انها هي البطلة، وبيكون في كوخ بتدخله وبتلاقي فيه خصلة شعر ورسالة. فجأة بتسمع صوت والدتها بتعيط، وبعد تروح الأوضة اللي الصوت خارج منها وبتلاقي والدتها بتلومها وبتقول لها انها السبب في اللي حصل لاختها، فبتعرف انها بتحلم تاني. تاني يوم في الشغل بتكون متضايقة بسبب الكوابيس اللي شافتها، بيجي في بالها افكار كتيرة زي ان البنت اللي في الفيلم ممكن تكون اختها فعلا وده حصل حقيقي مش مجرد تمثيل. وبتروح لفاو المسؤولة عن الارشيف وبتطلب منها معلومات عن فريدريك، بس فاو بتقول لها انها علشان تعمل لها تقرير عنه ممكن ياخد اسابيع. فبتقرر تروح مكان بيبيع افلام محظورة وبتشتري افلامه منها وبتشغل الفيلم اللي فيه أليس، ولما بتركز في عينيها وصوتها بتحس اكتر انها اختها بجد. تاني يوم بتروح لاهلها ومعاها الفيلم وبتوريهم صورتها، بس باباها بيقول لها ان دي مش اختها ولا شبهها حتى، وبيقول لها انهم خلاص تصالحوا مع فكرة موتها وان مفيش داعي انها تضغط عليهم اكتر من كده وعلى نفسها كمان. بس هي بتكون مصرة على كلامها وبتقول لهم انها حاسة ان اختها عايشة، وفضلت تتخانق معاهم لحد ما باباها طلب منها تمشي ومشيت فعلا. وبتكون محبطة لان محدش صدقها، ولكنها قررت انها مش هتستسلم لحد ما تتأكد من الحقيقة، وراحت الارشيف بنفسها ودورت على تسجيلات الفيلم واخدت عنوان دوج منتج الفيلم، وبعدها راحت بيته وفضلت تراقبه، وفي النهاية رنت الجرس فهو فتح لها وهو ماسك أداة غريبة في ايديه وقال لها انه بيحمي نفسه بيها من الناس اللي بتضايقه بسبب افلامه. والغريب انه سمح لها تدخل وقدم لها مشروب، بس نيته ما كانتش كويسة ناحيتها ولا كان مهتم بأسئلتها ليه، وبيكون افتكر انها معجبة مهووسة بيه وبيحاول يبتزها، ولكنها فضلت تقاومه وقالت له انه خطف اختها. وهي بتدافع عن نفسها دوج وقع ومات. هي ما فتش ولا صرخت، هي بس نظفت الدم من على هدومها وخرجت من البيت في هدوء. تاني يوم رجعت المكتب ودخلت الارشيف في السر وحاولت تعرف عنوان المكان اللي اتصور فيه الفيلم، وفاو لما شافتها قالت لها انها مش مسموح لها تدخل هنا، لكنها ما اهتمتش بكلامها وخرجت من المكتب ولقت صحفيين كتير مستنيينها، بس تجاهلتهم هم كمان وما ردتش على اسئلتهم لانها كانت مركزة على حاجة واحدة بس، تكون الحاجة دي هي حقيقة اللي حصل لاختها. وبيكون العنوان اللي اخدته وصلها لموقع تصوير في الغابة، وبيكون في كرفان مركون هناك. اول ما وصلت خرجت منه ديبي الميك اب ارتست، زعقت لها لانها اتاخرت وكانت فاكره انها من فريق التمثيل، ولكن لما ليندا سالتها عن المكان فهمت انها مش من الفريق واعتذرت لها ودخلتها الكرفان معاها ولبستها فستان ابيض وحطت لها ميك اب وقالت لها ان دوج لسه ما وصلش على الرغم من انه عمره ما فوت تصوير مشاهد الجرايم. وخرجتها من الكرفان ورمت دم على لبسها وخلتها تمشي في الغابه لحد ما وصلت المكان المخصص للتصوير، وهناك فريدريك كان موجود وقال لها انه كان مستنيها وهو معتقد انها بتحاول تلفت نظره ليها. هي سالته فين أليس والمكان اللي صور الفيلم فيه، فقال لها ان الفيلم مقتبس من قصه حقيقيه وان هو ما خلقش الرعب زي ما الناس بتتهمه، بالعكس هو اخد قصصه من الناس. وبيقول لها ما تسيطرش على نفسها علشان تعرف تمثل باحسن طريقه، ولما ترفض بيطردها فبتترجاه يسمح لها تشوف أليس، فبيوافق بشرط انها تطلع اسوأ جزء من نفسها وما تسيطرش عليه. وبتاخد كاس وبتدخل الكوخ وبتلاقي هناك شخص ضخم ومشوه حابس أليس في الكوخ، واول ما شاف ليندا قال لها انه كان مستنيها وبيحبها من زمان وانها علشان تكون معاه لازم تقتل أليس. وعلى الرغم من ان ده كان تمثيل الا انها كانت حاسه ان كل حاجه حقيقيه، ومسكت الفاس وقتلته. فضل ينزف لحد ما مات وكل الفريق خرج من مكانه وكانوا مصدومين، وحتى أليس سالتها ايه اللي عملته ده وخافت وطلعت من الكوخ، وليندا كانها اتحولت لانسان تاني وبتلوم فريدريك وبتقول له انه السبب في اللي حصل لهم وانه خطف اختها وقتلته هو كمان. وبتطلع تجري ورا أليس في الغابه وبتقول لها انها اختها وانها قتلتهم علشان تنقذها، وساعتها أليس فضلت تقول لها انها مش اختها وترجتها علشان تبعد عنها، ولكن ليندا فضلت تقول لها انها اختها وكانت مصره. فقالت لها أليس انها مجنونه وان فريدريك كان صديقها وسابتها وهربت في الغابه. وليندا فضلت تعيط على الارض وهي بتقول انها لازم تكون اختها وكانها انفصلت عن الواقع، وبتتخيل ان أليس راجعه تقول لها انها اختها وكل حاجه حواليهم جميله. وبعدها ليندا اخدتها في عربيتها وشغلت الراديو على الاغاني اللي كانوا بيحبوها، والاخبار بتقول ان افلام العنف تم حظرها وان كل المسيئين والمشتركين والمجرمين فيها هيتعاقبوا، وان البلد بقت امان وما فيهاش اي جرائم خطف ولا قتل تاني. وبيوصلوا بيت اهلهم وبيستقبلوهم وهم مبسوطين، وبتكون كل حاجه مثاليه زي ما اتمنت بالظبط، لكن الحقيقه ان كل ده في خيالها اللي اتمنت تعيشه بعد ما هي اللي قتلت اختها وهربت من الشعور بالذنب بانها تنسى اللي عملته، وانها عاشت بتدور على اختها اللي مش موجوده اساسا، ووهمت نفسها بانها أليس اختها وانها مان البطله اللي هتنقذها، لكنها بتكون ما عملتش اي حاجه غير انها قتلت ناس بريئه، وبتبقى وهمت نفسها بالنهايه السعيده. ولحد هنا بيبقى خلص فيلمنا النهارده. اتعلم منه ان الانسان لما بيهرب من ذنبه بدل ما يواجهه بيتحول الذنب نفسه لوحش جواه. ولو عجبك الفيلم ما تنساش تصلي على النبي، واول مره ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناه وفعل الجرس علشان يوصل
نوصلك كل ملخصاتنا أول بأول.